لنجم النادي الاهلي محمد ابو تريكه للبرنامج يعني، وبيقول انا كان نفسي اقوله بصوتي بس انا ممنوعين من تصريحات دلوقتي. بيقول انه ساعتذر عن تلبيه دعوه حفل التكريم اللي اعلن نادي الترجي اقامته على شرفه على هامش مباراه العوده بين الاهلي والترجي، وقال ان انا بعتذر ده عن تلبيه الدعوه تعاطفا وتضامنا مع رجل الامن الوقائي المصري الذي تعرض لاعتداءات وحشيه من قبل جماهير نادي الترجي. وابو تريكه كان اعتذر برضو عن حاجه زي كده في الجزائر لتكريمه في المباراه اللي اقيمت في تيزي اوزو، اعتراضا برضو على تعرض الاتوبيس اللي هناك للضرب. انا عايز اقول لابو تريكه يعني احنا برضو عايزين نبقى دايما ردود افعالنا، يعني انا نادي الترجي يعني اذا كان هو اللي مولي لك الدعوه ولتكريمك، انا شايف يعني ابو تريكه انا بعذرك على ان انا عارف انك انت كنت شايف الحلقه يعني وقال لي على عزه الحوار اللي حصل بينكم والكلام ده كله، بس اللي انا عايز اقوله لا، انا مش هدي فرصه لناس مهاويس انها تقطع كل الخيوط، ما ينفعش. ده الناس ده شباب موتور، يعني ده انا ما ادلوش الفرصه انه يزيد، انا ما اديش فرصه لان واحد المد بتاع مش ممكن هذا التطرف في التطرف، التصرفات اللي كلها تطرف اللي عملوها الجماهير دي مش ممكن اسمح لها انها تزيد، لان انا لما انا بالعكس احنا نعمل ده. وانا بشكر نادي الترجي انه بيكرم ابو تريكه وبيكرم اي نجم مصري في النادي الاهلي او في غير النادي الاهلي، بالعكس ده احنا بنشكر ده، وبتبقى فرصه ان احنا نتكلم، وفرصه انك انت لما تتكلم هناك، وفرصه لما تتكلم ده تقول له انا هذا الموضوع كنت عايز اعتذر عنه، بس انا حاجه اتكلم عايز اقول ان احنا العلاقات اللي بيننا اهم من ده، ومش ممكن هنسيب الناس دي تدمر العلاقات اللي بيننا، مش ممكن نسيب شباب موتور يعني ان هو يعمل ده، لان لو كل واحد خد جنب هنبعد اكتر، وده مش ده مطلوب، لا مصلحتنا ولا لمصلحه تونس. لو احنا قفلنا على نفسنا، انا شايف طبعا عندي مئات الرسائل الغاضبه جدا 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 جدا، بس دايما انا ببص لقدام، انا ببص في وقت احنا كان في الوقت لما كانت الامه العربيه ملمومه زي اليومين دول من 37 سنه لما كانت الدول العربيه كلها ملمومه على لا، وهي المره الوحيده ما استنتش لا حصل قبل اكتوبر 73 ولا بعد، المره الوحيده اتصينا عين بقى كل دولتين بينهم 80 خناقه. لما كنا ملمومين عملنا شيء رائع. شوف لما الدول العربيه سلاح البترول، الدول المنتجه للبترول كلها وقفت البترول عن العالم، اجبرت العالم ان هو يعرف ان العرب دول لهم قيمه ووزن وتقل. لما حطينا ودعمنا وعملنا وقفوا مع الدول، مع مصر ومع سوريا، ولما جت قوات شاركت، ولما جت قوات من ليبيا شاركت وما كانتش قوات رمزيه، ولما جت قوات رمزيه من دول اخرى شاركت، كان شيء جميل، شيء كويس. انما دلوقتي لما احنا هنبقى فرادى وكلنا كارهين بعض، وهو ده اللي مطلوب، يعني هم ده اللي عملوه، ويعني الحمد لله نجحوا ان هم خلوا كل دوله لوحدها كده واقفه بلبوص كده، وبعدين كل دوله عايزين يقسموها بقى 3 4 دول، الخريطه عايزه تتقسم كده. طب تخيلوا بقى لما كل دوله لوحدها ويستفردوا بيها بعد كده، وسايبين هم الكلب الهول في المنطقه هنا اللي يعمل الكلام ده كله. احنا قوتنا في اتحادنا، فاحنا مش هنسيب اي حاجه تخرب فينا كده فانا لا يا ابو تريكه، انا بقول لك لا، يعني احنا نغضب، احنا يعني مش ممكن مجموعه شباب مخمور وموتور وغايب عن الوعي ومتعصب، والله اعلم هو انا رايي ان هو مجني عليه. احنا عندنا حاجات كده يعني مجني عليه، مش ممكن ده يخلينا ان انا النهارده لما حد يقول لي انا عازمك عشان اكرمك ارفض الدعوه. بالعكس، ده انا اروح واحكي واقول وارفض التصرفات ديت، وهم يرفضوا معايا التصرفات ديت، وبنكلم عشان الشعب التونسي يرفض هذه التصرفات، وعشان خاطر نحاول هناك وهنا وفي كل حته نقضي على هذه الكارثه اللي اسمها التعصب الرهيب ده كله.